اولا لابد انه يكون عندك حساب بمنصه البنكه. الا ما كانش عندك ممكن تسجل بشكل مجاني. بعد دخول الحساب كنتوجهوا لجيستيون دو كونت. كيف ما كنشوفوا فالصفحه الرئيسيه مقسمه الى 3 اجزاء. الجزء اللي كاين على اليسار فيه الاشعارات، كيعطيك مجموعه من الاشعارات ونوتيفيكاسيون المفيده جدا. الجزء الموجود في الوسط كيعطيك لي شيك اللي غادي تخلصوا هذا الاسبوع، كيعطيك مجموعه المبالغ. من بعد كيعطيك اليوم الحالي بالاخضر، الشيكات اللي غادي تخلصوا في اليوم الحالي التوتال ديالهم، وكذلك الشيكات والكمبيالات اللي غادي تخلصوا في قادم الايام. كيف ما كتشوفوا فكيعطيك بجانب كل شيك او كمبياله عدد الايام المتبقيه. في الجانب اليمين كاين لي ستاتيستيك. كيف ما كنشوفوا اون سيركولاسيون مجموع مبالغ الشيكات اللي باقي غيتخلصوا بعد اكثر من اسبوع. اشيونسي غيتخلصوا في اقل من اسبوع. ايشي هما الشيكات والكمبيالات اللي داز عليهم التاريخ، وديكيسي هما اللي ديجا تخلصوا. ملي كنضغطوا على كالندريي كيعطينا واحد اليوميه اكبر، يعني ماشي غير اسبوع، فيها اكثر من اسبوع، فيها يعني جميع الاشهر ديال السنه. كتظهر بهذا الشكل اللي كتبين لك لي شيك ولي زيفي اللي مازال ما تخلصوا بالاصفر ولا تخلصوا بالاخضر. ممكن تضغط على اسبوع باش يبين لك غير الاسبوع الحالي، ممكن ترجع للشهر، ممكن انك تنتقل بين اشهر السنه باش انك ملي تعمر شيك او كمبياله لاحد الزبناء تفادى انك تعمر تاريخ اللي فيه ديجا اون شيك ولا اون ليفي غادي تخلص، باش ما يكثرش عليك المبالغ اللي خصك توجد في نفس النهار. الصفحه اللي كتبين التفاصيل ديال لي شيك ولي زيفي هي شيك ايفي ايمي. كيف ما كنشوفوا فيها نفس الاحصائيات الموجوده في الصفحه الرئيسيه، والترتيب ديال لي شيك ولي زيفي اللي كتظهر في الصفحه كتكون على حساب شحال بقى لا دات ديشيونس، يعني شحال من يوم بقى لهم باش تخلص. كيف ما كنشوفوا هنا داز عليه 11 يوم، داز عليه 6 ايام. هنا الشيك اللي غيتخلص اوجوردي. هادو لي شيك اللي اقل من اسبوع، ومن بعد كيبين بالاخضر الشيكات اللي غادي تخلصوا من بعد اكثر من اسبوع. وفي الاسفل كيكونوا لي فالور اللي ديجا ديكيسي ولي فالور اللي انولي. كما كتشوفوا في هذه الصفحه كيعرض لك اول حاجه لي نيميرو تشيك، النوع ديالهم، دات ديليفرونس، لي بينيفيسيير او المستفيد، المبالغ، لي شيونس كما قلنا سابقا. وهنا في حاله بغيتي تخلصوا ولا بغيتي تانوليه الحاله، وممكن ترفق صوره بالشيك او الكمبياله. والجميل في هذه الصفحه هو امكانيه البحث ما بين جميع الشيكات والكمبيالات على مثلا اللي عمرتهم لشخص محدد. مثلا نديروا اطاف اللي هي سوسيتي اطاف، كنديروا بحث كيظهر لنا هنا جميع الشيكات والكمبيالات اللي عطينا لهذه الشركه، لي اون ديكيسمون، اون سيركولاسيون، ايشي، ويعني جميع التفاصيل. ممكن انه نضغطوا على اكسبورتي اكسل ونصيفطوها لذاك الزبون. الا سولنا مثلا على شنو هما لي فالور اللي باقي اونكور بيناتنا، كتشوازي اونكور وكتضغط عاوتاني على اكسبورتي اون فيشي اكسل وكتصيفط عليه. ممكن انك كذلك دير ديكيسي. كيف ما كنشوفوا ما كاين حتى شي فالور ديكيسي بيننا وبين هاد الكليان. غادي نرجعوا للأونكور وغادي نحاولوا انه نخلصوا وحده من هاد لي فالور. مثلا هذه اللي باقي فيها نهار كنضغطوا على ديكيسمون، كنختاروا دات ديكيسمون، ومن بعد كنديروا ديكيسي. كنتوجهوا مباشره مره اخرى للشيك ايمي في، كنكتبوا عاوتاني اطاف، نديروا بحث، ومن بعد كنختاروا في لي ستاتيو. كيف ما كنشوفوا فلي شيك اللي ديكيسي هبط لتحت وما بقاش، كنضغطوا على ستاتيو كنديروا اونكور، ما كيبقاش يبان لنا هذاك الشيك اللي ديكيسي، كيبانوا غير اللي باقي اونكور. ملي كنديروا ديكيسي غوشيرش كيطلع لنا لو شيك بوحدو. كيف ما كنشوفوا في هذه الحاله ممكن كذلك انه نبحثوا في الشيكات بالنوع ديالهم. مثلا شيك كتظهر لنا الشيكات بوحدهم ديال السوسيتي اطاف. ممكن نبحثوا بالرقم ديال الشيك، المبلغ المحدد، وكذلك ممكن انه نبحثوا مثلا لي شيك اللي عندهم لي شيونس اللي غادي تخلصوا ما بين تاريخين محددين. مثلا غادي نبحثوا على الشيكات ديال بدايه الشهر سبتمبر الى مثلا يوم 19 سبتمبر. كنضغطوا على بحث، وكيف ما كتشوفوا كيجبد لنا من لا باز دوني جميع الشيكات اللي غادي تخلصوا في هذا التاريخ المحدد. ممكن كذلك انه نديروا من بدايه الشهر نهايه الشهر، وغادي نشوف انه الشيكات غادي تزادوا، وكذلك لي زيفي. ممكن انه نفلتريو نديروا مثلا الشيكات اللي غادي اللي ديجا تخلصوا في هاد لا بيريود. كيف ما كتشوفوا عطانا لي دو شيك اللي تخلصوا فيه. الا درنا ديليفرونس وبحثنا غادي يبان لنا انه غادي يعرضنا جميع الشيكات اللي ديليفراو في ديك لا بيريود، وكون اكسبورتيوها اون فيشي اكسل ونصيفطوها مثلا للكونطابل وبيان للزبون ديالنا وبيان للمدير ديالنا. اذا انت كمستخدم جديد كيفاش غتشتغل بهذه المنصه؟ اول حاجه كتوجه لصفحه لي كونط وكتقوم باضافه الحساب. كنضغطوا على اجوتي ان كونط، كنقوموا بادخال اسم الشركه. مثلا غنديروا سوسيتي توب، كنضغطوا على اجوتي. كما كنشوفوا ديجا انا عندي شركه اديداس زدت عليها سوسيتي توب. كيف ما مكتوب بالاسفل لابد انه حاليا نقوموا باضافه رقم الحساب. كنختاروا البنك اللي فاتحين فيه الحساب، مثلا السياج. كنقوموا بادخال الريب، عنوان عنوان مختصر للحساب، ثم المدينه.
هاد وكنضغطوا على اجوتي. ممكن انه هاد لا سوسيتي حالين ليها الحسابات في عده ابناك، كنضغطوا عاوتاني على اجوتي ان ريب، كنختاروا دوزيام بنك مثلا بنك اوف افريكا، كندخلوا الريب، نخليو مثلا هاد لي تيتل و لادريس خاويين، كنديروا اجوتي. كيف ما كنشوفوا نفس السوسيتي عندها جوج ديال الحسابات. المرحله التاليه هي اضافه الدفتر ديال الشيكات. يعني ملي كنتسلموا دفتر الشيك من عند البنكه كنجيو اما كنضغطوا على اجوتي انكارني وكنملؤوا المعلومات التاليه، او كنمشيو لصفحه لي كارني وكنضغطوا على اجوتي انكارني، وفي الكونت كنشوازيو الكونت المحدد. ولكن اسهل طريقه هي في صفحه لي كونت، كتمشي ديريكت باش كتعرف اين بنك بالضبط. كنختار مثلا السي اش، اليوم خدينا الشيك من عند البنكه، كنختار الشيك ولا اف مثلا شيك، كنعمرو. كيف ما كنشوفوا في اللون الاحمر هو اللي اوبليغاتوار، اللون الاخضر هو اختياري، حيت كاين شي ديزيفي ودي شيك ما كيكونش فيهم حروف، ماشي جميع الابناء كيتعاملوا بالحروف. نديرو مثلا ا ان تي، نديرو الرقم ديال الشيك، من بعد كنختاروا لا طاي اللي هو عدد اوراق الشيك اللي كيكونوا ديما 10 او 25 او 50 او 100. كنضغطوا على اجوتي، كنتوجو اوتوماتيكمون للصفحه ديال لي كارني. كنلقاو ديجا لي كارني لي زدت ديال اديداس، وهي السوسيتي ديالنا سوسيتي توب. كيبان لينا هنا النوع ديال الكارني شيك، الديبيو الرقم ديال البدايه، لو غيست شحال بقى فيه الشيك، وفان يعني الرقم الاخير ديال الشيك، ولي زونكور بي انولي تاريخ اضافه هذا الشيك. كيف ما كنشوفوا في هذه الصفحه كتبين لنا مجموعه من المعلومات المفيده، يعني لي شيك اونكور اللي قطعنا في هذا الدفتر، لي شيك بيي، لي شيك انولي. نقوم باضافه دفتر اخر في مثلا نقوم باضافه دفتر الكمبيالات اللي هو لي زيفي، نخليو مثلا الحروف خاوي، نديرو في النيميرو ديال الرقم الاول اللي مكتوب في لي سي ان، نديرو 10 الوراق وندير اجوتي. الا رجعنا للصفحه ديال لي كارني كنشوفوا السوسيتي توب فيها دابا جوج ديال لي كارني، واحد ديال لي شيك واحد ديال لي زيفي. وكيف ما كيبان لكم هنا فالموقع كيبين لك الشيكات والكمبيالات اللي قربوا يساليو، وكيبين لك هذا التنبيه هذا باش تمشي انك تطلب دفتر اخر جديد. اذا نرجعوا كيفاش ممكن ملي كتعطي الشيك لشي واحد او الطريطه كتضغط على نوفو. كيف ما كنشوفوا فالموقع كيبين لك جميع ارقام الشيكات الموجوده في الدفتر، كنختاروا الرقم الاول، كندخلوا اسم البينيفيسير او المستفيد، المبلغ اللي عمرنا في الشيك، ثم كنضغطوا على اجوتي. ملي كنتاكدوا من المعلومات كلها بلي صحيحه اوتوماتيكمون كيدينا واحد الصفحه ديال الشيك سويفي كما كنشوفوا بدايه الشيك ونهايه الشيك، ويعطينا الشيك كامل من البدايه الى النهايه. كيف ما نشوفوا جميع المعلومات المتعلقه بالمستفيد. ما حددناش حنا لي شيونس، ممكن انك تضغط على اجوتي وتزيد مثلا اتفقتي مع انه تخلص الشيك من بعد يوم. ملي كنديروا موديفي كيطلع لنا اوتوماتيكمون دات دي شيونس انه زائد واحد، يعني بقى ليه نهار واحد باش يتخلص. ممكن انه الا رجعنا دابا لاباج ديال الشيك في غوميز غنمشيو وغادي نلقاو بلي انه الشيك ديال السوسيتي توب تكلاسا ما بين لي شيك بعد الشيك ديال اليوم، يعني لي شيك اللي غادي تخلصوا غدا. غادي نرجعوا مره اخرى للصفحه الرئيسيه، غادي نلقاو اوتوماتيكمون الشيك تضاف اليوميه ديال هذا الاسبوع. ولا ضغطنا على الشيك كنتوجهوا اوتوماتيكمون للكارني ديال الشيك اللي فيه هذا الشيك. الا تخلص الشيك كنضغطوا على ديكيسمون ابري ديكيسي، وكيف ما كنشوف تغيير ستاتيو ديالو. ولا رجعنا للصفحه الرئيسيه غنلقاو بلي ديكيسي. ونفس الحاجه في الصفحه ديال شيك اي في ايمي غادي نلقاو انه هبط لاسفل الصفحه وانضم الى لي شيك اللي ديكيساو او اللي تخلصوا. ولا رجعنا للصفحه ديال لي كارني غادي نمشيو للشيك ديالنا، وغادي نشوفوا انه من قبل كان فيه في لوغيست 25 ورقه، دابا ولا 24 ورقه، والورقه اللي قطعنا فيه ديكيسات. وهنا كنشوف المبلغ وتكلاصا في بيي. كيف ما كنشوفوا في الشيكات اللي ديجا اجوتيت للسيت كيعطيني لي زونكور و بيي و انولي اللي هما مجموع شيك. كل مجموع شيك كيكلاسي في البلاصه ديالو. ملي كنكليكو على ديتاي كيعطينا التفاصيل ديال كل كارني. ملي كنساليو العماره ديال الكارني كنديروا لي اكسبورتي اون فيشي اكسل كنسجلوا عندنا في الحاسوب ديالنا. كيف ما كنشوفوا فجميع التفاصيل واضحه جدا، ممكن انك تبحث كيف ما بغيتي في الموقع. مثلا هذا الشيك ممكن نعاودوا كيف ما كتشوفوا الا بغينا نضيفوا شيك كيغريزي لي شيك اللي ديجا تعطاو، ما كيعطيكش الامكانيه انك تعاود تضيف شيك اخر. ممكن كاينه طريقه اخرى انك تدخل الكارني مباشره وتقوم باضافه باش تتبع كل شيك على حده باش ما يتلفوكش كثره الشيكات الموجودين في الصفحه ديال شيك في ايمي. ممكن انك تانولي شيك في حاله مثلا غلطتي في الكتابه ديال العمار ديال شي شيك كدير انولاسيون كيف ما كنشوفوا فانه كيتلغى. ممكن كذلك انك تضغط على هذا العين باش يبان لك الديتاي علاش تلغى الشيك. الا بغيتي ترجع الشيك من الالغاء كتضغط على هذا السهم وكتضغط على اوكي وكيرجع لنا الشيك كيف ما كان باش نعمروه من جديد. ممكن كذلك انك تقوم مثلا بالغاء شيك ديجا تعطى بالضغط على هذا الزر، مثلا انه غادي تبدل ليه الشيك بشي مونطون مختلف كدير شونجي باغ ان اوتر شيك وكدير انفويي.
وديما في هذه الحالات كنرجعنا للدفتر ديال الشيكات كيف ما كنشوفوا فقط كلاسا كوم ان شيك انولي. خاصية أخرى مميزة في هذا الموقع هو أنه ممكن تجواني شي صورة لشيك أو إفي. كتختار الصورة وكتضغط على أبلود، وملي كترجع للشيك كتلقى واحد الصورة مضافة إلى جانبك، كتضغط عليها أوتوماتيكمون كيتم تحميل الصورة. المنصة متوفرة بعدة لغات من بينها العربية كيف ما كتشوفوا في الموقع. كيقدم لكم تجربة تصفح جميلة جدا، يعني جميع الصفحات يتم ترجمتها للغة العربية. الناس اللي كيفضلوا أنهم يقوموا بالتعامل مع الموقع بلغة بسيطة وواضحة. كنتمنى يكون الشرح بسيط ومفهوم، وما تبخلوش علينا بالبارطاج ومشاركة المنصة مع الأصدقاء ديالكم اللي غادي يكونوا في حاجة ماسة لمثل هذه الخدمات. تحياتي وإلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله.